السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي لوميديا. أنا محمد العاصي. في البلاي ليست دي بنزل كل أسبوع فيديو بشرح فيه افكت مختلف في الافتر افكت. ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيديو ده، ولو انت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب او تفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. يلا بينا نشوف. النهاردة هنتكلم عن افكت سي سي لايت سويب، واللي بيعمل لمعة على الايقونات زي دي. يلا بينا نشوف. عزيزي انتظر، في نظرية مهمة جدا هقول لك عليها. اسمع بقى عشان انا واثق انك هتفكنا بعد النظرية. نحط اللير اللي احنا هنحط على الافكت، وبعدين نخش على الافكت اند بريسيتس، نكتب سي سي لايت سويب. هيظهر لنا على طول اهو. نبدأ نضغط عليه دبل كليك عشان ينزل على اللير اللي احنا عايزين نحط عليها الافكت. وبعدين هنبدأ نحط الكي فريم من على السنتر، ونضغط يو عشان يظهر لنا الكي فريم تحت. وبعدين نبدأ نحط الكي فريم التاني. نضغط نحط كي فريم كده، وبعدين نبدأ نجيب بقى عند الكي فريم الأخير تبقى تحت، يبقى اللمعة خلصت ونزلت كده. بعدين الكي فريم الأولاني كانت فوق. تمام. نيجي نشغل كده سريعا، ثواني كده نكبر مثلا، خلينا عند 20 فريم عشان تبقى أبطأ شوية. تمام، فل كده، مظبوطة أوي. تمام، حلو أوي. ممكن بقى نجرب ايه، نشوف ده اللي هو الزاوية بتاعت اللمعة نفسها. انت عايز الزاوية تيجي منين؟ عايز تيجي من على الشمال، تيجي من على اليمين، من فوق، من تحت، زي ما انت عايز. هتعرف تتحكم فيها في اي اتجاه. تمام. هنيجي بقى مثلا نشوف اللي هي اللينير دي. في حاجة اسمها سموز بتخلي اللمعة كده اللي هي ناعمة شوية وشكلها احلى. وفي بقى اللي هي الشارب بتخلي اللمعة يعني ايه، شكلها حاد كده، اللي هو حاجة ايه، مقطوعة كده. بس هو بصراحة يعني أنا شايف إن السموز أحلى يعني. لا معلش دي انا ليا تفاصيل مختلفه، ممكن تكون سمعت الكلام ده من ناس كتير، بس انا ليا ديتيلز كده. تمام. المهم نشوف بقى اللي بعده. ايه اللي بعده؟ اللي هي خلاص بقى نحدد ده على الشرب وخلاص. نشوف بعد كده دي بتخلي اللمعة يعني، عارف انت اللي هو ايه، المساحة بتاعتها اكبر، بتخلي مساحة انها تبقى تدي لمعان اكبر، مش تبقى شرب زي ما كانت في الاول. تمام. نرجعها زي ما هي شرب. تمام. بعد كده نجيب السويب ده اللي هو بيزود الاضاءة، يعني زي ما انت شايف بيخلي اللمعة اقوى، يعني بيخلي اللمعة اقوى. ده كده بالنسبة للشكل ده، شكلها كده احلى يعني، ده لمعة اكتر كده. تمام. عندك ده بقى بيزود حتة اللي هي حدود اللمعة نفسها. بص انت على الحرف فوق كده هتلاقي فيه حدود بتزيد كده، اللي هو تدي لمعة للحروف بتاعت الأيقونة نفسها. تمام. هنا كمان نشوف، هنا دي بتعمل زي أكن في ضوء جاي من فوق كده، شكلها جميل برضه. انت كل ما هتغير بقى في الإعدادات دي هتلاقي في حاجات مختلفة بتدي معاك أشكال جميلة جدا يعني. تمام. هنا ممكن نغير لون اللمعة نفسها. لو خدت بالك بصيت على الأيقونة هنا هتلاقي لون اللمعة بيتغير كل ما بغير اللون بتاعها بالشكل ده. كل ما بغير اللون كل ما تلاقي اللمعة شكلها بيتغير. تمام. فل أوي. هنشوف بقى، خلاص خلينا نحددها مثلا على اللون ده. فين؟ خلينا نرجع بس. اللون الأزرق برضو شكله جميل عليها، برضو تحس إن فيه لمعة